شو ما بدك تحكي؟ شو بدك يعني احكي؟ مريضة؟ لا. لك؟ سناء تزوجت. شكرا دكتورة. الحقيقة ماني عرفانة سناء شو بدي يساوي، بدي يرقص، بدي يغني، كثير فرحان. عن جد أدري، عن جد فرحان. ليش مو مبين علي إني صرت أب؟ أنا كمان صرت أم. تخيل أنا أم. تخيلي أدري أنا أم. سناء أم، فهمان؟ صارت أم، يعني إجاها ولد. يا رجال اتحرك، لإمتى هيك بدك تضل عم تعامل المعاملة القاسية؟ محلك تلين. طيب شو عملت معك؟ فهمني شو عملت معك لحتى عم تعاملها كل هالمعاملة القاسية هي؟ لك لا تدير وشك، سناء بنتك من صلبة. لك ما بحب اسمع اسمها بنوب. هي اللي لازم تجي لهون تبوس ايدي، انا ابوها واللي عليها واجب. هلا كل الابهات مثلك؟ ليش شو ناقصني؟ ناقصك الحب والحنان اللي حرمتها منه، ناقصك الاحساس بالابوة. ليش حضرتك ما عوضتيها بصدرك؟ ما انا كنت كمان امر منها، دائما خايفة منك، بس انا بتعرف هالشي، كانت دائما خايفة منك وخايفة علي، مشان هيك ضلت بعيدة عني وحيدة، ما قدرت ترمي نفسها على صدري لحتى احميها. انت السبب. وفوق منها كمان قررت احرمها دراستها، مشان هيك باعت نفسها لأول عريس طلبها. كان واجبك تحميها، تنصحها مو توافق دغري. هذا لاني حبيت مصلحتها؟ حبيت مصلحتها ولا قبضت الثمن؟ اخرسي. يا عمري انت رح اتفرغ لك مشان احميك، مشان علمك الحب، مشان خليك تحب هالبيت، تعشقه، ما تفكر ولا لحظة انك تتركه او تهرب منه. بدي علمك تضحك على طول لحتى تضحك لي الدنيا، لحتى اشوف الامل بعيونك، لحتى اشوف النور بعيونك. شو يا سناء؟ أنا بغارة، مالي حصة؟ كل شي صار له يا قدري، كل شي. إذا كانت هي رغبتك أنا موافق. تعال حبيبي تعال، تعال على صدري حبيب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله وكان، ما شاء الله. شو هادي؟ خلصنا يا سناء، بكفي بكي. يا قدري طيب حرام عليك، حرام. طيب أنا شو ذنبي يا سناء؟ شو ذنبي؟ بعدين أنا مو شغلتي أهتم بهيك، مو المرأة هي اللي بتهتم. بعدين يا سناء أنت صغيرة ومالك مدركة، والدكتورة ما نصحتنا بشيء ونحن ما سألناها. طيب والعمل؟ مو معقول انا ماني قدرانه اتصور انه انا حامل وشريف لسه ما صار عمره 3 أشهر. أرجوك يا سناء، أنت عم تحمليني فوق طاقتي. يعني لو كانت أمك جنبك كانت قدرت تعلمك، تفهمك، تساعدك. امي وبتعرف ظروفها. يعني شو ظروفها غير إنه أبوكي مانع تجي لعندك؟ المعنى؟ المعنى
كان لازم تزوري ابوكي ما تكبري راسك. أدري، أرجوك سناء، انا يلي ارجوكي انك تفهمي ظروفنا بشكل جيد. انت صرتي ام، وابوكي له ظروفه الخاصه ولازم تقدريها. له عاداته وطباعه يلي عايش فيها وعليها ومتمسك فيها. يمكن غلط بس هو شايفها صح، والابناء ضروري يراعوا ظروف ابهاتهم. الحمد لله اللي رضيتي وتنازلتي تزوري البيت اللي رباكي. بابا طلع، شوف ابني، شوف حفيدك. بابا انت صرت جد. هلا ممكن اعرف ليش عشيتي؟ يا عمي سناء بنتك وما غلطت، بس ظروفنا هي اللي اخرتنا على زيارتك. وهي الحمد لله اجت تطلب رضاك لا تسامحها مشان لانه تاخرت بزيارتك. تاخرت كثير يا أدري بيك. يا رجال حرام عليك، انت ما عندك قلب؟ لك انت ما بتفتحي تمك ولا بكلمه، فهمانه؟ واذا مالك فهمانه لا اعرف خليك شلون تكوني فهمانه. وفر غضبك يا بابا، وفر غضبك، وفر غضبك، لأنه ما في داعي تذكرني بالماضي. الماضي اللي حاولت انساه، لما قررت انساه وابتدي صفحة جديدة، يا خسارة لقيته لساته قدامي وعم يوشمني بوشم جديد، والوشم الأولاني لسه ما انمسح. معلش يا بابا، معلش، ما في داعي انه تزيد الألم بالألم، بكفي، بكفيني ألم الماضي، بكفي. يلا أدري، خلينا نمشي. بابا أرجوك تسامحني إذا كنت غلطت معك بيوم من الأيام، أرجوك، وأنا مسامحتك، وأنت يا ماما سامحيني. يا سناء، أنا إلي رأي، ممكن تسمعي؟ تفضل. بس ما يكون في ازعاج لسناء، لانه الزعل من وقتها خاصه وهي حامل. معلش يا أخي، أنا برتاح كثير لما هدى تحاكيني، خليها تحكي. هدى رائعه. صدقيني أنا دائما بشعر بالسعادة لما بحكي معك. المهم اللي صار ما لازم يزعجك إطلاقا. بس هدول أهلي، أهلي ومالي غيرهم. هي قدري قدامك ومعوضك كل شيء. طيب وأمي؟ أنا هون يا حبيبتي، صدقيني عم بعمل كل جهدي من شانك، ولولا عزلتي وابتعادي عن الناس والمجتمع كنت ساعدتك أكثر. بعرف ومقدرة كل شيء. وبالنسبة للحمل السريع مو مشكلة، من مصلحتك. بتعرفي ليش؟ لأنه بدك تربي الاثنين سوا، بدهم يكبروا معك ويصيروا أصدقائك بالمستقبل. بس أنا سناء، أنت أخذتي درس تربوي كبير من تجربتك، استفيدي منه. حاضر. هلأ رح أتركك مع حبيب قلبك وروح شوف حبيب قلبي شريف. باي باي. الله معك. هدى رائعه، يا ريت ربنا هدى ابي وما عارض بزواجها من حبيبه. سناء، شو بك يا حبيبتي؟ وين سرحتي؟ لا ما في شيء، بس بتعرف أدري أوقات كتير بحسدها لهدى. وليش بقى؟ يعني الحب الكبير يلي عايش بقلبها تجاه حبيبها مو شي نادر؟ طبعا شي نادر، بس هي هلا بتشكل لها تعاسة كبيرة، خاصة شايفة سعادتنا وأطفالنا. بضل الحب هو الأعمق والأصدق، كل شي تاني غيره ما بيهم، طالما الحب هو الأساس. يمكن بالنسبة لك شيء عظيم، لأنك بتحبي الإنسان صاحب المبدأ.
وبحب الأهل يلي بيخلصوا لأولادهم وبيضحوا مشانهم، مو يأسروهم بآرائهم وعقليتهم الناشفة. وهي انت ربنا عوضك. فعلا أنت الأب والأخ والأب والصديق والزوج. بس بدك كمان؟ يا لطيف شو طماع. وأبو شريف منيح هيك؟ كل شيء منك مقبول. صحيح أدري. شو بدي أعمل مشان تكميل دراستي؟ حبيبتي انت هلا حامل، وبتعرفي انت اول الحمل شو بيعمل فيك؟ مهما يكن أنا ما رح أخلي الحمل يوقف عقبة بيني وبين الدراسة. طيب تابعي دراستك بالبيت. عن جد عم تحكي؟ يعني برأيك حاول؟ إيه بس يعني كيف بدك توفقي بين البيت وشريف ودراستك؟ أنا رح أعمل جهدي إني ما أقصر بحق حدا أبداً. بعدين هي هدى موجودة وعم بتساعد أنا وياها. طيب بتعرفي أستاذ معين؟ لا. بلا بعرف. أنا كان إلي رفيقة من أيام المدرسة، أخوها أستاذ ثانوي. شو رأيك اتصل فيها وخليها تساعدني هي وأخوها؟ ما في مانع، اعملي اللي بريحك ولا تبخلي على حالك وادفعي له اللي بده اياه. شكراً كثير يا أدري. يلا حبيبتي. شو بك بشار؟ ما في شيء. لا في، بس مالك حابب تحكي. فعلا يا قمر، طيب قول. بصراحة خايف. ومن ايمتى اخي بشار بخاف؟ طول عمرك صريح وواقعي وجريء احيانا، اذا حبيت شيء بتحاول تحققه او تحصل عليه باي ثمن. يا قمر هي سناء، وانت بتعرفي شو يعني سناء بالنسبة إلي. بس سناء هلا متزوجة. لذلك خايف. عموما انا رح اكون معك بزيارات الاولى. يا ريت يا قمر، يا ريت تكوني معي على طول. إذا خرج الماء بمعدل قدح واحد بكل نصف دقيقة، بيكون بيحتاج لحتى يخرج كل الماء تقريبا 15 دقيقة. شو هو الوقت اللازم لتفريغ الوعاء تماما؟ ايه يا استاذ بشار، بدي اياك تدير بالك عليها منيحة. الست سناء بتضل غالية علينا كلياتنا يا استاذ بديع. المهم بدي اياها تنجح وتحقق احلامها. قول ان شاء الله. ان شاء الله. بدك شي حبيبتي؟ سلامتك، بس لا تتأخر المساء. معقول اتأخر عليكي؟ يلا على نزول. الله معك. مثل ما قلت لك هذا بضل اسمه تصميم تخيلي. يلا من هلا. دعنا نتحقق من صحة الحوادث التي ذكرها جون كيرن على لسان اسمه التي في المادة الثالثة المقتطفة من الرواية المشهورة. وللقيام بذلك سوف لن نضطر إلى الهبوط إلى أعماق الأرض، لأن كل ما نحتاجه في هذا السبب لا يزيد عن رفع الخلل فقط. لنحاول قبل كل شيء أن نحدد العمق الذي يجب أن نهبط إليه كي يزداد الضغط بمقدار 1/1000 مما هو عليه. يا هدى، يا ريت تشوفي شريف الله يخليكي. الظاهر نسيتك. شوفي هدى راحت لعند دكتور اسنان. ما تواخذني، أنا صغيرة كثير عم بنسى بهالأيام. لكن عن إذنك لأقوم شوف شريف. سناء، ما بعرف إذا كان بالإمكان متابعة الدرس اليوم. معك حق،
هذا شريف أفندي ما رح يسكت إلا إذا طعمته ونيمته. ممكن نعدل وقت الدرس إذا كانت هاي مواعيد شريف أفندي. إيه مو هي رابع مرة بنعدل مواعيد الدرس. شو عليه؟ الظروف أهم؟ أنا شايفتك متساهل كثير بموضوع شريف، يا ترى مشان شريف فعلا؟ عن إذنك. إذا اسمعك مع السلامة. خاطر. الله معك. مو معقول مو معقول، انا من اللحظه هي بدي انام بغرفه ثانيه، ماني قادر اتحمل بكي شريف، خاصه عندي شغل بكير بالمكتب، انا طول النهار تعبان ولازمني هدوء وراحه. خاطرك. انبسطت هيك أستاذ شريف؟ هاي أبوك طفش من الغرفة. أنا واثقة إنه أنت تقصدت تفكيه لحتى تطفشه. سمر؟ شو لسه ما لبستي؟ ماني رايحة عم بدرس. أمر أنت وعدتيني وهي رابع مرة عم تعتذري فيها. يا بشار عندي دراسة كتير وبعدين ماني عم لحق. ها خذي كتبك ودرسي هنيك. ماني رايحة هون أريح لي. بعدين لبين ما أروح وأرجع بكسب لي ساعة دراسة. طيب وسناء اللي عم تسأل عنك؟ على كل حال سلم لي عليها. شو لسه ما رحت؟ يلا مع السلامة أيها الأستاذ الخجول جدا، يلا. طب أنت ليش ما بتحكي وبتريحي حالك؟ شو بدي أحكي؟ لا في أب عم بيزورني ولا أم عم تشرف علي وأخوات ما عندي وزوجي أدري كل وقته بشغله وأنا مثل ما لك شايف فقيانة لوحدي. أنا آسفة أستاذ بشار، أنا آسفة لأني ماني حابة أزعجك بمشاكلي وهمومي. بسيطة يا سناء، ولا تنسي إنه كل إنسان عنده همومه ومشاكله. لذلك احكي، ريحي حالك، حتى أنا كمان أقدر أفتح لك قلبي وأحكي معك بحرية. لا معلش، أنا بكرر اعتذاري مرة ثانية. أنا شايف إنه حاجتك اليوم. قومي ريحي حالك، وبكرة ما رح أجي مشان تقدري تحضري برنامج اليوم، وبعد بكرة بكون عندك. عن إذنك. ما شربت العصير. معلش مشروب. يا عيب شو؟ مشان الله ما تواخذني يا أستاذ بشار. معلش شو صار؟ يلا خاطرك. الله معك، مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك. سلم لي على قمر وقل لها سناء مشتقت لك كثير، خليها تجي تزورني. يوصل. هدى. شو سناء؟ خير؟ ليش قمتي من تختك؟ ما حلوة اتركك مع الأستاذ بشار. الأستاذ بشار اعتذر وراح. ليش بقى؟ يا ستي تعاطف مع ظروفي ووضعي. صدقيني يا سناء لو ما كنت تعبانة كنت ما قصرت. لا يا هدى، انتي عم تعملي واجبك وزيادة. يلا حبيبتي اطلعي ارتاحي بتختك، أنا رح أتمشى بجنينة شوي.
مرحبا قمر، سناء عم تحكي. أهلين سناء، كيفك؟ الحمد لله، يعني تعبانة شوي. شو بحاجة لشي مساعدة؟ ممكن اجي لعندك فورا. تسلمين، شكرا كثير. ما في ضرورة تزعجي حالك، بس يا ريت تخبري الأستاذ بشار إنه ما يتعب حاله يجي اليوم. بصراحة مالي قدراني آخذ درس اليوم ومالي محضرة شيء. سناء أكيد في شي مخبيتيه علي. لا أبدا، بس شوية إرهاق وتعب. حاسة إنه مالي قدراني أتابع الدروس هلا. على كل بس حس حالي مرتاحة بتصل فيكم. مثل ما بدك، أنا رح خبره أول ما يوصل. فعلا إذا احتجتي لشي اتصلي فيني فورا. مع السلامة سناء. مسكينة هالسناء، عم بتحمل نفسها فوق طاقتها. وما بعرف شو بدي سميها، قوة ولا عند. يا حبيبتي انا رايح، بدك شيء؟ لوين أدري؟ على مكتبي. لوين يعني؟ بس يا أدري أنا تعبانة كثير، يعني حاسة إني بحاجة إلك. سناء حبيبتي، انت بتعرفي انه اعمالي كثيره واشغالي ما بقدر اسلمها لحدا، فشو بدي اعمل؟ طيب وأنا؟ أنت من يوم ما تركت الغرفة ما حاولت تشق علي ولا ليلة، ولا حتى سألتني كيفك. وين حنانك؟ وين كلامك؟ أدري أنا هلأ بحاجة لإلك. بعدين أنا حاسة إني تعبانة، خايفة يصير معي شي. يا عيني مو زرت الدكتورة واكدت لك انك ما رح تريدي قبل اسبوع. طيب بس أنا تعبانة كتير، حاسة بشي غريب ماني عرفانة كيف بدي أعبر لك عنه. طيب هي هدى جنبك؟ هدى مريضة، بعدين هي عم تحاول تبعد عني مشان ما تهديني. شو رايك اتصلك بامك؟ هلا بعد هالمدة بدك تتصل بأمي؟ شو بدها تقول علينا؟ يا عيني اذا امك عرفت انك حامل وشهرك الاخير اكيد رح تيجي، انك بتحبك. بعدين انا من جهتي رح اعمل جهدي اني ما اتاخر. يلا عن اذنك حبيبتي، ادعي لي. الله معك. يا حسرة علي، أنا مين بده يدعي لي؟ وين الحبايب؟ وين القرايب؟ وينك يا أمي؟ وينك؟ الله يسامحك يا أبي. الله يسامحك يا أبي. وين يا أخونا؟ أنا هون. اللي آخذ عقلك. إيه. شو ما عندك شغل اليوم؟ لا. شو عم تفكر بشار؟ شبنا بشار؟ ما في شيء. لا في، وأنا بعرف اهتمامك صار واضح. قمر، أرجوكي لا تخلي أفكارك تروح لبعيد. طيب اتصل فيها واطمن عليها، مو أنت أستاذة؟ كان الواجب نروح سوا نشق عليها. معك حق بشار، اليوم المسا بنروح لعندها. يلا عن إذنك. لوين؟ بدي أروح زور رفيقتي عفاف، مسكينة وقعت بالمدرسة وانفكشت إيدها. يلا باي. شو ده؟ شايفتك لابسة؟ واصلة على الدكتور راجع. هدى الله يوفقك، لا تأخري، أنا حاسة حالي تعبانة كتير. لا حبيبتي ما رح اتأخر، رح روح لعنده وارجع بسرعة. شريف شقيت عليه. مالي بدك شي حبيبتي؟ سلامتك. يلا تخافي. الله معك.
تتأخري؟ نص ساعة؟ لا اسمعي، أنا بمرق باخدك وبنروح سوا. إيه حتى ما نضيع الوقت. ماشي. إيه بعرف البيت. مع السلامة. أعطيني أدري إذا سمحت. قل له البيت. شو؟ وينه؟ على المطار؟ أنا وين؟ طيب ماشي. الله يخليك، أول ما يرجع قل له يتصل بالبيت فورا. يا ربي. ألو مين؟ عمر الحقيني أرجوك رح أموت. أنا بشار يا سناء وقمر مو موجودة. مين؟ يا ربي دخيلك. الو استاذ بشار، الحقوني رح اموت. الو الو الو. مين في شيء؟ سناء حبيبتي، شو بك يا حبيبتي؟ رح اموت. ما بقدر، كل دقيقة وشغلة. الحمد لله على السلامة. لو تأخرتي كمان شوي لوجدتي صعوبات كثيرة بالولادة، بس منيح اللي وصلوكي بالوقت المناسب. الحمد لله للأستاذ بشار وصل بالوقت المناسب. أنت يا أستاذ بشار؟ المهم تهتمي براحتك وبس. أنا لساني عاجز عن شكرك. ما في داعي للشكر. وهلا عن اذنكم انا اطمنت عليك. على السلامة. ما في ضرورة تجهدي نفسك بانفعالات زايدة. هلأ بعد نص ساعة بيجيبوا لك بنتك مشان تشوفيها. ومبروك مرة تانية عن إذنكم. كيف دري بشار؟ اجيت على البيت ولقيتك عم تتوجعي كثير، حاولت ارفعك احملك حتى ساعدك ما قدرت، ولا بسمع صوت الأستاذ بشار من بعيد عم بعيط يا سناء يا سناء يا أنسة هدى. صدقيني ما بعرف شو بدي اتصرف، دغري اجى وحملك معي. ابن حلال. وشهم كمان رأسا طلب الإسعاف وحملك معي. والبنت شفتيها؟ حلوة؟ يعني طالعة بتاخد العقل مثل أمها. مشان تنفق بسرعة.
يا اهلا وسهلا مرحبا. يا اهلا فيكم. الحمد لله على السلامة سناء. الله يسلمك. الله يسلمك يا ستي. كيف الامور الصغيرة؟ تمام نايمة. اهلا يا ستي. يا اهلين. يا هلا أهلين. تفضل. شكرا كثير. تفضل اخي. يسلم وديات يا اخي. الله يسلم الايدين يا رب. وايديك. والحقيقة مالي عرفان كيف تردكم الجميلة أنسة عمر. ولو سناء اختي واكثر. تسلمي. والأستاذ بشار لازم أشوفه لأشكره على همته العالية. كان بده يجي معي بس انشغل. اكيد رح نزوركم كمان مرة. قولي له تلميذتك سناء رح تتابع دروسها بعد فترة قصيرة. إيه وعلى إيديها صبي وبنت. عقبال الدزينة يا رب. لا شو بزينة. عبال ما نفرح فيكي. تسلم. يا أهلا وسهلا. مسافر وناسي هواك ريدك والنبي ريدك ريدك والنبي ريدك. يسلم هالصوت. الله يرجعه بالسلامة يا رب. آمين يا رب. رح أفتح أنا. كملي الوردات. على عيني. أهلين أمي أهلين. سناء أهلين يا حبيبتي، الله يرضى عليك. كيفك يا عمري؟ الحمد لله. سناء حبيبتي، انت مقدرة ظروفي مسامحتيني. انا ما دريت الا اليوم من الاستاذ بشار. بشار؟ منك يا بشار. واول ما دريت لبست واجيت ومو هاممني شيء. طمنيني، كيفه بابا؟ ماشي الحال، الله يهدينا ويهديه. آمين يا رب. إيه يعني؟ شو بتخبريني؟ هلا انت خبريني، وين جوزك ادري؟ زوجي؟ سناء، في شي يا بنتي؟ احكي. لا أبداً، بس أدري سافر امبارح، قال في عنده صفقة جديدة. صحيح، وين الأولاد؟ فوق. بدي أشوفهم. إيه تفضلي يا أمي تفضلي. يلا يا اهلين أهلين كيفك؟ إن شاء الله مبسوطة. الله يخليك يا ماما حابة تشوف الأولاد. يا ميت اهلا وسهلا. لكن نتغدى سوا. شو رايك يا احلى مرت اخ؟ خلي لي إياكي يا رب. تفضلي تفضلي. صدقيني يا سناء، مو معقول هالكلام يا قمر، هي رابع مرة عم بتصل فيه. أنت عم تقولي له إني عم بتصل؟ صدقيني يا سناء، صدقيني بكل مرة عم تتصلي فيها عم خبره. بس يا قمر أنا لازم تابع دراستي، بعدين مالي مستعدة كل يوم جيب أستاذ، إلا إذا كان هو. لا أبداً. عموماً أنا رح خبره بس يرجع، وهالمرة أنا المسؤولة عن حضوره لعندك. ماشي الحال، شكراً كثير لك قمر. بعدين زوريني أنت. حاضر، مع السلامة. ليش عم تهرب؟ بشار، هروبك هذا لازمه تبرير. أمر أرجوك، أنا عايش صراع مع نفسي. بشار أخوك شبه ضايع، عايش دوامي، ماني عرفان وين بدي أرسي الموج عادي. أنا خايف من الغلط، خايف من الشط، خايف لسبب شقاء أو تعاسة لغيري. بشار، أنت عم بتحب سناء؟ نعم، سناء هي اللي عم أحبها. مو معقول، لا يمكن صدق. كنا بالمدرسة وكانت نظرات إعجاب، بس أنت هلأ واعي ومدرك
مدرك تماما انه هي متزوجة. ليش؟ كيف؟ ما بعرف. يا ميت أهلا وسهلا. اهلين سناء. أهلين بأمر. يا أهلين. كيفك؟ الحمد لله. يا هلا، شو أخبارك؟ تمام. جيت زورك بدل بشار. ليكي هو أهلا وسهلا فيكي، بس أنا بحاجة للأستاذ بشار أكثر منك. بشار ما عاد يقدر يجي لهون لحتى يعطيك دروس، لازم تدوري على استاذ غيره. ليش خير؟ صار شي؟ بشار بحبك يا سناء. أنا؟ رغم انك متزوجة وام لولدين حبك. بحبني أنا؟ ليش؟ عم تسأليني انا؟ لكن مين بدي أسأل؟ سألي نفسك. أنا؟ قمر، كلامك قاسي. مو أقسى من معاناة أخي عم بيتعذب يا سناء. وأنا شو ذنبي؟ أكيد في شي من طرفك، ولا ما كان حبك. عن إذنك. قمر لحظة لفهمك. قمر شوي. هي قلت لك كل اللي حبيت. بس أنا هلأ ما بعرف.
أنا باللحظة يلي أنقذني فيها فكرت كتير، فكرت بأمومتي. حبيتك من زمان، من اللحظة الأولى اللي شفتك فيها مع أختي قمر. حبيتك بصدق، وشعرت فيك لما قابلتك بعد ما تزوجتي. شعرت بمعاناتك، زوج كبير بالعمر وأب قاسي وأم مغلوبة على أمرها. زاد حبي إلك لما شعرت بطموحك الكبير. بشار أرجوك احكي، لا تسكت. شو بدك يعني أقول؟ رد على كلامي. الرد إنك تطلقي. شو؟ اتطلق؟ بشار أنت شو عم تقول؟ أنت أكيد ما سمعتني شو كنت عم قلك قبل شوي. أنا حبي حب شريف، حب نابع من قلب محروم من الحب. وبعدين؟ ليش هيك عم تحاكيني؟ سناء، ما في قدامي غير الحل اللي اقترحته عليك. إذا كان في قدامك حل تاني تفضلي قولي. لا، ما عندي لا حل ولا رأي أقوله، لأني من الأساس مو هذا تفكيري. سناء اسمعيني ولآخر مرة، أنا مستعد أتزوجك وأسعدك طول عمري وحياتي إذا نفذتي رغبتي واتطلقتي. حبيبتي سناء، خير في شي؟ لا ما في شيء أبدا. أكيد؟ طبعا أكيد، شو بده يكون في يعني؟ قمر، انتي صديقتي واخته لبشار، ارجوكي ساعديني، قولي لي شو بدي اعمل. بشار عم يتعذب اكثر منك يا سناء. يا قمر، اخوكي طلب مني طلب لا يمكن اني افكر فيه، مستحيل. انا ام وعندي طفلين، بتعرفي شو يعني ام وعندي طفلين؟ اخوكي بكل سهوله بده يعني اتخلى عن كل شيء، لا يمكن. قمر، انا رح اضيع واخوكي هو اللي رح يضيعني. سناء، انت قدام خيارين، يا بتضحي بعاطفة الأمومة وبتختاري بشار، يا أما حتى انت عم تفهميني غلط. أنا فهماني شي واحد بس، انت ورطتي أخي بحبك. أنا؟ لكن أنا لو شفتي حالته كيف صارت. قمر، يبدو انك انت كمان مالك عم تفهميني. انا جيت لعندك لحتى اطلب مساعدتك، انت لقيت عندك الاتهام. انت السبب. ليش انا؟ ليش ما تقولي اخوكي؟ اخوكي هو يلي عرض قلبه وحبه، مو انا. اخوكي هو يلي عرض علي الطلاق كحل، مو انا. اخوكي هو يلي فتح لي عيوني على واقع أليم انا عم حاول انساه، على واقع انا رضيانه فيه. اخوكي هو السبب، مو انا. عن اذنك. زكتي يا علوة. اهلين سناء، اهلين حبيبتي. ان شاء الله ما عم بيعذبك. معقولة شريف يعذب عمته؟ يا روح عمته. حبيبتي زعلانة؟ لا ما فيش. سناء، أدري بيحبك كثير، صدقيني لولا شغله وأعماله ما بيتأخر عنك لحظة. ماشي الحال، تعودت كل يوم على هالحال. لا، بدك تتحمليه، هذا جوزك وأبو أولادك وحبيب قلبك وأنت حبيبته. حاضر. يلا روح عند ماما، عند ماما، يلا. بدك شي حبيبتي؟ سلامتك. يلا عن إذنك. شريف، ابني حبيبي. شريف لا تلعب هلا.
شريف ساعدني. فكر معي. اختك صغيرة وما تقدر تفكر معي. شريف، أنا لا يمكن أتخلى عنك، لا يمكن أحرمك من صدري وحبي، لا أنت ولا أختك. ما رح كرر المأساة يلي عشتها، ما رح أكون صورة تانية من أبي، لا مستحيل. إجا بابا. شو سهرانين؟ فكرتك نايمة. معقول نام قبل ما تجي؟ حط لك عشاء؟ لا معلش تعبان بدي نام. وين؟ طبعا بغرفتي. أدري، أنا والولاد بحاجة إلك. أدري غرفتنا باردة. باردة؟ ليش ما تشغلي الشوفاج؟ يا أدري فهم بقى، نحن بحاجة لدفء الحب. معلش أنا تعبان، تصبح على خير. لا ماما، لا يا قلبي. أنا آسف يا سلام، ما أدركت معنى كلامك إلا هلا. سامحيني يا حبيبتي، أنا من هلا ورايح رح أملى البيت بالحب والعاطفة. يعني رح ترجع تنام عندنا بالغرفة؟ تقبليني؟ أنا كنت مستنيتك. تعال حبيبي تعال، تعال حبيب قلبي. أبوك رجع.